السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود أحمد في سلسلة الدروس الخاصة بلغة برمجة بايثون 3. في الجزء ده بنتكلم عن الجيو ابلكيشن باستخدام مكتبة باي كيو تي. الدرس اللي فات اتكلمنا عن السلايدر والسلوتس، وشوفنا ازاي بقدر اربط الحدث بتاع الكليك بتاع البطن بالفاليو تشينج، القيمة دي تتغير ولما بضغط القيمة بتتغير. تعال نشوف حاجة تانية النهاردة. نشيل كل ده ونسيب الويندو بتاعتنا فاضية. هنتكلم النهارده عن كنترول جديد يمكن ما اتعاملناش معاه قبل كده، اسمه ال LCD. LCD ان هو بيظهر لك شاشه بسيطه ديجيتال بيظهر فيها الارقام. تعال نشوفها الاول. LCD هيساوي QLCD نمبر. بتاخد مني ايه؟ بتاخد مني الويندو اللي هي الكوجت اللي بتظهر عليه. طيب تعالى ال LCD دوت موف 80 وتعالى LCD دوت ديسبلاي، تمام كده، مثلا 50. هعمل هي دي وفيها رقم 50 اهو. طب تعالى نعمل لها ريسايز عشان حجمها بقى كبير شويه. LCD دوت ريسايز 50. تعالى نعمل هي دي ال LCD بتاعتي، تمام. تعالى نغير حجمها شويه 80. هي دي، تمام. تعالى نعمل سلايدر مع ال LCD. LS هيساوي Q سلايدر، هياخد مني طبعا الويندو. تعالى نغير مكانه، نخليه 280، تمام. وتعالى نعمل له، تعالى نسيبه كده، اعمل ده السلايدر بتاعي. عايز انا اربط السلايدر بال LCD نمبر ده. لما انا ازيد هنا الكومة دي تزيد، لما انا اقل هنا الكومة دي تقل. نعملها ازاي؟ اول حاجة هنحط السيت فاليو بزيرو عشان LCD تبقى قيمتها بصفر، لان هنا السلايدر بصفر. ركز معايا بقى هربط ازاي. قلت لك المرة اللي فاتت ان السلوت السيجنال عبارة الحاجة اللي بتحصل. انا ضغطت على بطن، انا غيرت حاجة، انا عملت حاجة، فالسلوت اللي هي الفانكشن بتاع البايثون تبدأ تتنفذ، تمام. المرة اللي فاتت كريتنا احنا سلوت خاص بينا، مع ان في اصلا حاجات موجودة اوريدي في الباي كيو تي. هو معرف لك شوية حاجات موجودين اوريدي عشان انت تستخدمهم، زي مثلا الفاليو تشينج. لو القيمة بتاع السلايدر ده اتغيرت، ايه اللي يحصل لو القيمة اتغيرت؟ تعال نشوف هنعملها ازاي. هنعمل ls السلايدر دوت فاليو اتشينجد. شايف لو القيمة بتاع السلايدر ده اتغيرت، ايه اللي يحصل لما القيمة تتغير؟ دوت كونكت، اربطها لي بال LCD دوت ديسبلاي. وقلت لك شيل القوسين. اشرح لك الحته دي تاني وركز معايا فيها لان هي اساس الدرس. بقول له لما القيمه اللي عندي الفاليو تشينج تتغير، القيمه اللي عندي بتاع السلايدر تتغير، ايه اللي يحصل؟ اربط له دي بالقيمه بتاع ال LCD برضو. فلو انا لو طلعت القيمه تزيد، لو انا نزلت القيمه تقل. تعالى نعمل ونشوف شوف معايا، كل ما ازيد كل ما القيمه تزيد، كل ما اطلع لفوق كل ما القيمه الاخيره 99 طبعا تنزل لتحت لحد الصفر. يبقى ده الفكره ازاي انا اربط فاليو سلوت موجود عندي اوريدي متعرف في اللغه بسيجنال اللي هي القيمه بتاع السلايدر تتغير، تمام. ده كان مثال توضيحي. كل الفكره منه ان انا حاولت اوضح لك الفكره. تعالى نشوف كمان مثال علشان الفكره توضح معاك اوي. تعالى نشيل ده LCD نمبر، تعال نسيب السلايدر، نشيل LCD نمبر ونحط حاجه اسمها دايل. ايه هو الدايل ده بقى؟ تعالى كده نفتح الكيو تي ديزاينر اوري لك شكله ازاي. نكريت ويدجت عاديه، انزل تحت هنا هتلاقيه اهو. كبر الحجم، كنترول ار من راحه المفاتيح هيظهر. هو ده شكله وده
القيمة بتاعته بتتغير. تمام، شكله جميل جدا. سكيرد. تعالى نعمل، نشيل الكلمة دي لأن معادش فيه LCD. تعالى نكريت هنا دايل. الدي هيساوي كيو دايل، هياخد منك الويدجت اللي يظهر عليها اللي هي الويندو. تمام، تعالى نعمل الدي دوت ريسايز 70 و70، وتعالى كده نعمل ران. ماشي، تعالى نعمل كومنت على ده عشان يشتغل معانا. هو ده الشكل بتاعه، وده السلايدر بتاعنا. عاوز اربط السلايدر ده بالدايل ده. تمام، هنعمل سلايدر دوت فاليو تشينج دوت كونكت الدي دوت سيت فاليو. طب ليه استخدمت دي؟ هقول لك على حاجه. لو انا عاوز اخلي الدايل ده لما نعمل رن كده الاقي قيمته هنا، هنستخدم السيت فاليو، تبقى دي دوت سيت فاليو 50. اعمل كده رن بقت هنا. يعني انا استخدمت السيت فاليو عشان اغير قيمته. خلاص، اربط القيمه بتاع السلايدر بالسيت فاليو بتاع الدايل. تعالى نعمل رن. ايه اللي حصل ده؟ تعالى كده نعمل رن اهو. شايف السلايدر؟ تعالى نخلي الدايل قيمته بصفر. شوف ايه اللي هيحصل اهو. قيمته بصفر تحت هنا، والصفر بتاعه كده يطلع يزيد يزيد يزيد، يوصل معاك لحد هنا، ترجع ينزل معاك. تمام، ده كان مثالين بساط عشان اربط لك السيجنال بالسلوتس. طبعا في طريقه تانية ان احنا نربط فيها، بس انا ما بحبهاش لانها طويله وممكن تتعقد منها، فانا بستخدم الطريقه البسيطه دي، وانت لو استخدمتها هتسهل معاك حاجات كتير. كان الدرس بتاعنا خلص، شرحنا السيجنال والسلوتس في درسين عشان خاطر الامور توضح، وحطيت عليهم 4 امثله. اتمنى ان هي تكون وضحت. الدروس الجايه ان شاء الله نبدا نتكلم على الكيو تي ديزاينر، ونشوف ازاي بنعمل ديزاين للكود بتاعنا على الكيو تي ديزاينر، وازاي نحول الكود ده لكود بايثون. انتظرونا ان شاء الله في الدروس الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.